ماشي، ده جزء من الحقيقة بس مش الحقيقة الكاملة. أنا بتكلم دلوقتي على الناس اللي بتحس إن الأمر تقيل أو صعب جدا عليها إن هي تنفذه وعندها. السلام عليكم. مبدئيا الفيديو هيكون طويل شوية لكنه مفيد جدا حقيقة من وجهة نظري برضو هيكون من أهم وأحب الفيديوهات لقلبي على الإطلاق. خلينا نبدأ. السلام عليكم. النفس البشرية بتكره، أكتر حاجة بتكرهها إنها تؤمر، إنها تاخد أمر، إن حد يقولها اعملي وما تعمليش، إن حد يقولها سوي لا ما تسويش، ابعدي قربي. ما تحبش حد يعمل لها كده. دي فطرتنا، خلقنا على هذا. ولما بنيجي الأمر من أوامر ربنا كمسلمين بنقول سمعنا وأطعنا، حلو. لكن ستيل لحد دلوقتي وبنزيد جدا، هو أصلا طلع في العصر ده إن في ناس عمالة تتجادل في أوامر صريحة حتى. يعني في ناس تجادل وفي ناس ما تحبش تعمل، في ناس بتحس ان الاوامر تقيلة، في ناس تحس ان الامر ده ما ينفعش. مش عارفة ازاي ما ينفعش، بس بغض النظر انا بتكلم دلوقتي على الناس اللي بتحس ان الامر تقيل او صعب جدا عليها ان هي تنفذه وعندها حق. لان الجنة حفت بالمكاره. كل ما تمشي ورا نفسك كل ما تلاقي نفسك بتغطس تحت ورا هواك يعني. طيب علشان ليه بتعمل كده؟ انت ليه؟ عشان ايه انت بتعمل كده؟ او عشان ايه انا بعمل كده؟ يعني ليه بنجري ورا هوانا؟ او ليه بنحس ان الامر صعب؟ انا صراحة بشوف ان هو لسبب واحد. السبب واحد هو انه احنا بنشوف ان علاقتنا مع ربنا قايمة على الامر والنهي. بمعنى ان ربنا سيد وهو سيد، يعني ربنا هو الاله الملك، بيقول لك اعمل وما تعملش. ماشي، ده جزء من الحقيقة بس مش الحقيقة الكاملة. الحقيقة الكاملة هي انه، خليني اقول لك حاجة. لما الانسان بيبدأ قلبه يحب بيبدأ يتشقلب. لما بيتشقلب بيحاول بيقلب كلاون، بجد بيقلب مهرج عشان يعجب الشخص اللي بيحبه، او علشان الشخص اللي قدامه يحبه، علشان يقرب اكتر. فبيعمل كل حاجة، بيعمل كل حاجة ممكن يتخيلها او ما يتخيلهاش. بيجي في لحظة كده يلاقي نفسه بيعمل اعمال وافعال ما كانش في يوم يفكر ان هو ممكن يعملها، ما كانش بتيجي على خياله اصلا، لكن جه وقت وعملها. ليه؟ عشان بيحب الشخص اللي قدامه، عشان بجد متعلق بيه، عشان بيحبه، عشان شايفه هو ده الشخص المناسب اللي هي عايزه يبقى في حياتي. لله المثل الأعلى. علاقتنا بربنا أنا بشوف مينفعش تفضل قايمة على الأمر والنهي صراحة. لو فضلت كده فأنا هبقى بعمل الأمر عشان ده أمر، أو هبقى أبعد عن النهي. ربنا نهاني مثلا عن الخمر فأنا مش بشربه عشان ده نهي بس كفرض. لكن لو رجعنا لأصل الأشياء فربنا بيحبنا. لو بنينا علاقتنا مع ربنا على الحب الوضع هيختلف تماما، 100% هيختلف. فبدل ما تكون بتعمل حاجة عشان لازم تعملها، هتعمل حاجة عشان انت حابب تعملها. يعني اعتقد ان انت شهدت الامر ده في مثلا اي شغل انت بتبقى محطوط فيه، اي تاسك. لو عندك تاسك مثلا تقيل عليك، ف بترجع كده لورا وتفتكر ان اصلا انت ما بتحبش التاسك، اصل ما هو تقيل عليك، ما هو لازم، ما هو شغل انت لازم هتعمله. لو شلنا كلمة لازم دي وحطينا مكانها انا بحب اعمل كذا، هتعملها. طب احنا هنا هنحب ايه وعشان ايه؟ احنا هنا هنحب ربنا، هنحب رب كريم غفور عفو، هنحب الحبيب الأول ليس قبله شيء، الحبيب الآخر ليس بعده شيء. فهيبقى هو ده المقصد. أنا مقصدي هو الله بذاته، مش عشان حتى الجنة ومش عشان حتى الحسنات، مش عشان الأجر خالص، إنما عشان أنا بعبد رب عظيم. عشان أحب الرب ده في حاجات أنا هقولها لكم في فيديو جاي عشان أنا مطولش عليكم أكتر من كده. لكن كل اللي أنا عايزة أقوله في الفيديو ده، لو هتبني علاقتك مع ربنا على الأمر والنهي بإنه اعمل كذا ما تعملش كده، هتشوفوه سيادي 100%. وعلى فكرة الله يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ولا يسأل عن شيء. ولكن عشان انت
تعمل الأمر أو تبعد عن أو يعني تنهي عما نهى عنه الله وما تعملهوش في حياتك، انت محتاج ان انت تحبه زي ما هو بيحبك. هو خلقك عشان بيحبك. يمكن في امتحانات، في ابتلاءات، ما هو عشان الجنة مش ببلاش. احنا لو بنرجع مثلا الأجر، فالجنة مش ببلاش، عمرها ما هتكون ببلاش. وكذلك يعني انت عشان تعمل حاجة لازم تكون بتحب الشخص اللي قدامك. انا عن نفسي لو بحب الشخص اللي قدامي هعمل كل حاجة او هعمل اي حاجة عشان بس يحبني. لو بتكلم على اهلي يعني، ف علاقتي مع ربنا او علاقتك انت مع ربنا لو قامت على الحب، هتبقى انت اللي عايز تعمل الامر وانت اللي عايز تبعد عن النهي، مش عشان ربنا امرك، مش عشان ربنا نهاك، مجرد ان انت بتحب ربنا فانا هعمل كده عشان بحبه بس، بعيدا عن حسنات، بعيدا عن الجنة، بعيدا عن اي حاجة تاني. الحقيقة دي يعني من اقوى الحاجات او من احلى الحاجات اللي انا بحبها، او اللي انا بشوفها حاجة لازم لازم تكون موجودة، لازم تكون موجودة، لان ربنا مش بس ملك. هو ما قالكش انا ملك بس، ما قالكش انا العزيز بس، ما قالكش انا الجبار بمعنى انا المهيمن الوحيد ويا تعبدني يا مش عارفة ايه. ربنا مش كده. ربنا زي ما قالك انا قوي وانا جبار وعقابي شديد، فربنا برضو قال انا رحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. الجملة تفتتح بيها كل حاجة في حياتك. فالرحمن الرحيم، ملك وقدوس وسلام ومهيمن، كمان لطيف. فانت محتاج تعرف تحب ربنا، تعرف تنفذ أوامره، تبعد عن نواهيه قدر ما استطعت برضو، لكن بطريقة حب، طريقة فيها حب، طريقة فيها انه انت عايز تعمل كده. الحلقة الجاية ان شاء الله، او مش الحلقة، الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون بعنوان ازاي نحب ربنا. السلام عليكم.